الطرح الاول المجلس الجهوي كيتكون من المكاتب الاقليميه. اذا كان المجلس الجهوي كيتكون من المكاتب الاقليميه، هو اللي غادي ينتخب المكتب الجهوي بلا داعي للمؤتمر. اذا ما دام كاين هناك مؤتمر فهو مسؤول عن انتخاب اجهزه، وهذه الاجهزه اللي هي المكتب الجهوي، لان مستمعين باش يبقى المجلس الجهوي مع ان لانه هو من المكاتب الاقليميه، والمكتب الجهوي ينتخب. ما كنسمعوش بعضياتنا. المكتب الجهوي ينتخب من المؤتمر. اذا دائما محسن مرا مرشد. محسن مرا مرشد محسن مرشد. تحية شرفية للجميع. يعني الامور باينه، مادام حنا كنأسسوا واحد المنهجيه ديمقراطيه، مادام حنا كنأسسوا واحد المنهجيه ديمقراطيه، يعني نعتبروا بان المؤتمر على سلطه تقريريه. اذا علاش حنا غنديروا المكتب الجهوي؟ لان المكتب الجهوي ديك الساعه كل عام ما خصنا نجددوا، واخا ما يطلبش المكتب غيجتمع غيبدل الكاتب ولا يبدل المكتب. حنا قلنا بان المؤتمر شنو كيدير؟ المؤتمر ينتخب المكتب الجهوي من المجلس الجهوي، يعني انطلاقا من المجلس الجهوي. والا كما كيجيش على علاش غنديروا هذا المؤتمر؟ حنا ما كناش غنديروا المؤتمر، هو كنعتبروا اعلى سلطه، اعلى هيئه تاريخيه. تحية للغنية. في مشروعنا الأساسي جاء بأن هناك تدبير لاتخاذ المكتب الجهوي والكاتب الجهوي عن طريق آليات ديمقراطية يرتضيها المؤتمر. إذا كنا غناخذوا كمؤتمر كوسيلة لانتخاب الكاتب الجهوي، يجب أن نعيد الحسابات من الأول، وذلك باعتماد نستطيع الخط الأحمر، التبطيط داخل كل إقليم ونسبة ديال التبطيط على حساب عدد المؤتمرين. فخصنا نعودوا ونرجعوا لعدد المؤتمرين الصحيح، ذلك بالإفصاح جهرا وبكل شفافية عن العدد المؤتمرين الحقيقي لكل فرع إقليمي. إذا كنا أردنا مؤتمر فيجب أن نطرح الآلية الديمقراطية من الأساس فقط.